غريب عما كان يصحبنا، فتهدده بالذبح أو التعذيب إن لم يأتي بحجة بينة بغيابه ومخالفة أمر قائده. عاد الهدهد من غيبته وقدم على قائده نبي الله الملك سليمان عليه السلام معتبرا عن غيابه حاملا له الأنباء الخطيرة، فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أخبره أنه كان في سبأ من بلاد اليمن بالجنوب، وأنه رأى أمرا عجيبا وغريبا. رأى مملكة عظيمة تحكمها ملكة أوتيت من كل شيء وأن لها عرشا عظيما، وأنهم يعبدون الشمس من دون الله تعالى. وقد حسن الشيطان في أعينهم عملهم فأضلهم عن طريق الحق والهداية، وهم لا يهتدون إلى الله ولا إلى توحيده. دهش سليمان مستنكرا لهذا الأمر العجيب والنبأ الخطير، وأراد أن يتحقق من صدق النبوة، فأعطاه كتابا وأمره أن يرسله لملكة سبأ وينظر في جوابها ويترقب عنها. طار الهدهد حاملا رسالة قائلا وسار إلى الملكة بلقيس وألقى بالكتاب في قصرها، فتلقفته وقرأته فإذا فيه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. جمعت الملكة أشراف قومها واستشارتهم فيما وصلها من أمر الكتابة، وارتأت أن تنظر في الأمر بعين المشورة والتفكر والتدبر. لقد كان الهدهد خير سفير لرسالة الإسلام،